السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. وصفتنا النهاردة بقى الحواوشي، ما اجمل بقى الحواوشي في البرد ده والشتاء ده. هنعمله النهاردة بمكونات بسيطة ومكونات هتضاعف الكمية وحاجة نضيفة في البيت. مكوناتنا النهاردة انا عاملة كمية كبيرة، فجايبة 1.5 كيلو من اللحمة، عليهم كوباية من البرغل ونقعاه ومصفياه من المية، و4 بصلات. طبعا انتوا عارفين البصل طبعا للحواوشي ده اهم حاجة فيه البصل، وحبتين من الفلفل الرومي وفلفل سبايسي للي حابب، وقطعة من اللية المفرومة. ودي كل مكوناتنا. انا عاملة كمية كبيرة بس النهاردة، انت تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها. وهنا بقى هنقطع الخضار بتاعنا في الكبة، البصل مع الفلفل والفلفل السبايسي دوت برضو اختياري، يعني انتوا حابينه سبايسي ماشي، مش حابينه خلاص تقدروا تستغنوا عنه. وادي الخضار بتاعنا اتفرم كده وبقى جاهز، هننزل بيه على اللحمة. وهننزل بالبرغل بتاعنا. طبعا كل ما تقللي الكمية هتقللي كمية البرغل. انا على 1.5 كيلو لحمة عاملة كوباية برغل، حسب الكمية بتاعتك بقى انت تقللي يعني. وهنزل بقى عليهم بالتوابل. طبعا ايه الحواوشي لازم يتحب شوية توابل كده حلوين يظهروا طعمه كده وجماله. اول حاجة نحط 1.5 معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ربع معلقة من القرفة، ومعلقة صغيرة من 7 بهارات، وربع معلقة من الجنزبيل المطحون، ومعلقة كبيرة بابريكا. ورشة من جوز الطيب، مش حباه ممكن تستغني عنه مفيش مشكلة يعني، بس التوابل دي كلها بتدي ريحة للحواوشي وطعم كده جميل. مش عايزة تضيفيه تقدري تستغني عنه عادي مفيش مشكلة، مش هيأثر في حاجة يعني. وهنبدأ بقى نخلط المكونات كلها مع بعضيها، نعجنها عجنة حلوة كده كله يتداخل مع بعضه. هنعجن فيها لحد ما تدينا الكمية بتاعت الحواوشي اللي قدامكم ديت. ودي جبنة موتزاريلا وشرايح طماطم، برضو تقدري تستغني عنهم لو انتي مش عايزاهم، بس انا لما بعمل الحواوشي بحب احط معاه جبنة موتزاريلا وشريحتين كده من الطماطم. والعيش بتاعنا لازم العيش يبقى طازة وصابح ويتفتح ايه معانا بسهولة كده. هنبدأ نفتح العيش واللحمة معانا، هنبدأ بقى ايه نبططها قرص كده ونفردها في الرغيف. نفردها في كل حتة في الرغيف كده يا جماعة، خلي كل قطعة في الرغيف او كل قطمة تبقى مشبعة باللحمة كده. جهزنا العيش كله معانا. هنبدأ بقى نحط شوية من الجبنة الموتزاريلا وشريحتين من الطماطم. الطماطم دي بقى بتستوي كده مع اللحمة وتاخد من طعم اللحمة واللية والبهارات، بتبقى جميلة جدا وانتي بتاكليها. وبرضو لو حابين تستغنوا عن الجبنة الموتزاريلا او الطماطم مفيش مشكلة، بس يعني احنا بنحبش كده حاجات ايه يعني اضافات كده يعني، ما مش عايزة تحطيها ما تحطيش كده. جبنا الصاج بتاعنا بتاع الفرن الكبير وهنرص العيش. دهنا دهنة زيت خفيفة كده بس عشان ايه العيش يتقلب معانا بسهولة، ودهنة خفيفة من الزيت فوق الوش عشان العيش بتاعنا ما ينشفش.
وهندخل على الفرن بيها. وخرج من الفرن زي ما انتوا شايفين. عملت بقى شوية سلطة طحينة، حمرت شوية بطاطس جنبه، وزي ما انتوا شايفين العيش من بره لونه جميل وتحفة ومقرمش من بره وطري وجوسي كده من جوه. والطعم يا جماعة والنظافة في البيت، وانت عارفة انت حاطة لحمة ايه. والمنظر طبعا مش محتاج كلام. وغمزي بقى في الطحينة وكلي، ويا سيدي يا سيدي بقى بالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتركوا في قناتي عشان يجيلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.